نشوف تقرير عن أستاذ أمين القرموطي وإزاي كان استقبال أهل دايرته لينا وكل الناس اللي بتحبه، وقد إيه الناس دي أجمعت على حب هذا الرجل. نطلع معاكم تقرير ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، من داخل قرية تفاهنا الأشراف، أهلا ومرحبا بكم في قرية تفاهنا الأشراف، هذا البلد المحمل بروائح وعبير الأزهر الشريف. جينا النهاردة نشوف رمز من رموز هذا البلد، وهو أستاذ أمين القرموطي، رمز المروحة، هذا العضو المحتمل، ونستطلع بعض آراء الشباب في هذا الرجل، ونشوف معانا هل هذا الرجل كان له تاريخ في العمل السياسي لمدة 20 عاما، وهل نجح في هذا العمل، وهل استطاع بهذا العمل أن يكسب قلوب هؤلاء الناس من أهله ودائرته وأهل بلده. تعالوا معايا نشوف آراء الشباب. أتعرف معاذ صلاح. معاذ، أنت طبعا من البلد من هنا. ايوه طبعا يا فندم. عارف ان استاذ امين القرموطي مترشح في الانتخابات؟ طبعا استاذ امين القرموطي رمز المروحه، مرشح البلد، بس مرشح المحليات بتاعه ميت الفرماوي كلها. والله العظيم يعني شهاده حق، الاستاذ امين رمز يحتذى به. استاذ امين خدوم جدا، وعلى حياتي انا الشخصيه يعني خدمات كتير والله. ودلوقتي معايا ابن المرشح المحتمل لعضو مجلس الشعب، اتعرف بيه. انا عبد الرحمن امين القرموطي، طالب بكليه الطب جامعه الازهر. انا بوجه رساله لكل شاب وشابه انهم ينزلوا ويشاركوا معانا في العمليه الانتخابيه ويدوا صوتهم للاستاذ امين القرموطي، وبوجه رساله بشكل خاص للشباب اللي سنهم 18 سنه ما فوق والاول مره هيدلوا بصوتهم في الانتخابات. من حقك تعرف المرشح اللي هتنتخبه، ومن حقك تعرف صوتك رايح فين، ودوري ودور كل الشباب في حمله استاذ امين اننا هنعرفكم مين هو استاذ امين القرموطي. واثناء تجولنا في القريه اسمي هند عبد الكريم. اهلا بيكي يا هند. انت من البلد طبعا. ايوه. انت عارفه. اهلا بيكي. انت عارفه ان استاذ امين مترشح في الانتخابات؟ بتؤيديه ان شاء الله. طب احنا دلوقتي بنسال الاطفال دلوقتي، انتوا عارفين ان استاذ امين القرموطي مترشح في الانتخابات؟ انتوا من البلد من هنا؟ اه. طب بتحبوا استاذ امين؟ اه. طيب نفسكم ان هو ينجح؟ اه. بدعو كل الناس وكل سيدات المجتمع الفضليات النزول والمشاركة في العملية الانتخابية، وانهم يدعموا كلهم الأستاذ أمين القرموطي عضو البرلمان المحتمل. تعرف مين؟ عصام عبد العليم العجمي من تفاهنا الأشراف، مدير مرحلة التعليم الابتدائي بإدارة نظام التعليمية. أهلا بيك يا أستاذ. أهلا بيك. أستاذ أمين القرموطي. أستاذ أمين القرموطي من شباب تفاهنا الأشراف اللي نشأوا في تفاهنا الأشراف، ونشأوا في العمل السياسي، ونشأوا في خدمة الناس وخدمة الشباب. شايف إن هو إضافة للبلد؟ إضافة لمدغام. أستاذ أحمد سامي من تفاهنا الأشراف. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. وأنت تعرف إن أستاذ أمين القرموطي من بلدكم مترشح في الانتخابات؟ نعم. بتؤيد؟ أكيد طبعا. إضافة ليك؟ إضافة كبيرة، يعني أول مرة حد من بلدنا ياخد الخطوة دي كممثل عن الشباب وكده، وهي خطوة كويسة وكل حاجة، ونتمنى إن ربنا يوفقه في الانتخابات، وبندعمه طبعا كل الدعم، وتفاهنا كلها معاه بإذن الله. تمام. بتؤيده؟ إن شاء الله. رمز إيه أستاذ أمين؟ رمز المروحة. شايف إن هو إضافة ليكم؟ تمام إن شاء الله. أنا عزيزة محمد السيد. أنتوا عارفين إن أستاذ أمين القرموطي؟ أمال بتؤيد؟ ان شاء الله. ان شاء الله. امال عزت محمود. من البلد؟ انا من ميت ابو خالد. ميت ابو خالد يعني من الدايره. انت عارفه استاذ امين القرموطي؟ كل الناس تعرفه. كل الناس تعرفه. انت بتؤيدي؟ طبعا. محمد الشحات. محمد الشحات. انت من تفاهنا الاشراف. انت عارف ان استاذ امين القرموطي مترشح في البلد؟ طبعا راجل محترم. رمز المروحه. احب اوجه اولا رساله لكل البنات اللي من سني، سيدات المجتمع، يا ريت تنزلوا تشاركوا وتختاروا استاذ امين. انا استاذ امين كان اول مشجعين ليا ان انا انزل في الوسط السياسي، ومشجعين ان انا اشتغل ويكون ليا كارير مستقل. بدعوهم ان هم ينزلوا، مش هيندموا ابدا على اختيارهم الاستاذ امين. تعرف على حضرتك ايه؟ شحات القرموطي شيخ تفاهنا وعمدتها الحالي. اهلا بيك. اهلا بيك يا حاج. على راسنا على راسنا. تحب تقولي الاستاذ امين؟ امين له باع كبير في العمل العام، ومن بدري وهو بيشتغل مع الشباب،
وهو رئيس النادي وباستحقاق، يعني مش رئيس النادي، هو اللي حافظ على المكان وعلى المقر وطوره، وهو افضل وجهه ممكن تقدمها تفاهه بالاستحقاق تفاهه باسمها الكبير في كرسي في مجلس النواب. اسمك؟ سارة مرسي. تقولي ايه للاستاذ امين؟ اقول ان شاء الله ربنا يوفقه، وباذن الله هو اللي هيكسب باذن الله. باذن الله، لانه هو كويس وصراحه عمل حاجات كتير كويسه للبلد، وان شاء الله باذن الله هو اللي يكسب.